أحب أتكلم عن حاجة واضحة وصريحة. ميول الواحد معروفة، وفكر الواحد وفكرة المحتوى في القناة نفسها معروفة. بس في حاجة أنا عايز أتكلم عليها شوية دلوقتي. آه، بالنسبة للفرق ما بين الزمالك وما بين الأهلي. طيب، أنا كجمهور، هل أنا شايف وحاسس إن إحنا قريبين من الأهلي؟ هقول لك بعبارة واضحة وصريحة، صراحة كاملة: لا. احنا عارفين ان احنا في فوارق جامدة، وكاد يكون الفوارق بعيدة جدا ما بيننا وما بين الأهلي. تمام. احنا بطبيعتنا كجمهور جمهور عاطفي، عكس جمهور الأهلي. جمهور الأهلي بيهمه مصلحة الفرقة أكتر من مصلحة أفراد أو مجالس أو رؤساء جم ولسه هيجوا. مبني كل ده على إيه؟ مبني إن جمهور الأهلي عامل تأثير غير طبيعي بالمنظومة، على المنظومة نفسها. طيب، انت ليه كجمهور زمالك دايما عندك الإحساس ان كله جاي عليك؟ طب انت ليه ما فكرتش؟ طب ما هي المنتاليتي بتاعتي هي اللي وصلت لي اللي انا فيه ده. بمعنى ايه؟ جمهور الاهلي حط اساس ان اي حد يهوب ناحية الاهلي ده خط احمر بالنسبة له. فالناس هتخاف والناس تقلق ان لا، فعلا جمهور الاهلي حمى نادي الاهلي. لما تيجي عند نادي الزمالك، نادي الزمالك مباح. هل بالارقام، مش بالارقام، بالاحداث نفسها، هل انت تخيلت ان ممكن واحد زي عبد الله السعيد يعمل اللي هو عمله في الزمالك ده كان يقدر يعمله في الاهلي حتى في اواخر ايامه مع الاهلي؟ لا. هل كان ممكن واحد زي إمام عاشور مثلا لما كان في الزمالك كان هيحصل زي اللي حصل معاه أو بيحصل معاه زي في الأهلي؟ لا. ليه؟ لأن الفرق مختلف. إمام لما كان في الزمالك وكان ساعتها الناس بتحاول تفاوض إن هو يجدد عقده بمبلغ وقدره، قال لهم لا. ليه؟ لأنه هو عارف جمهور الزمالك طيب، مش هقول ضعيف، بس هو طيب وعلى نياته، فمش هيفرق معاه اي حاجه ان هو يواجه جمهور الزمالك، مش مهم. عكس جمهور الاهلي. جمهور الاهلي في الناحيه دي من ناحيه امام عاشور، هو برضه حاطط في الحسبان جمهور الاهلي، فيقلق ويشوف ويفكر بصوره احترافيه. وقد كان وغالبا خلاص هيجدد عقده. تمام. هل دي منتاليتي جمهور بتطغي على منتاليتي اللعيبه ذات نفسهم في النادي الاهلي او في نادي الزمالك؟ واحنا عندنا امثال كتير. احنا قلنا عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي هو بيعمله مع الزمالك ما كانش يقدر يعمله مع الاهلي. تمام. طيب، عقليه الجمهور نفسها، جمهور الزمالك، هي العقليه اللي بتحدد قوه وضعف النادي نفسها. وان نادي الزمالك قايم على جمهور الزمالك، مش العكس. تمام. لان جمهور الزمالك هو اللي بيقاتل ويخلي ان نادي الزمالك يفضل باقي على رجليه. ماشي. من رغم ان كل الكوارث اللي بتحصل دي، واحنا كان عندنا مشاكل ان الجمهور ما كانش في صف واحد. وستيل احنا مش في الصفوف بتاعتنا كلها متبهدله. كل ناس واخده ناس في حته تانية، وناس رايحه في حته تانية. كله واخد مع نفسه يعني، فالدنيا مش مستقره كجمهور اصلا. مش بنفكر تفكير واحد، عكس جمهور الاهلي. جمهور الاهلي دايما متحد، خايف على الفرقه، كله ماشي في نفس الاتجاه. فكله عامل حسابه للجمهور ده، ان يخلي الجمهور ده اصلا ما ينامش زعلان. انت متخيل وصلت لفين؟ انت متخيل يعني انا كجمهور زمالك فرحان ومبسوط وبتنطط ان احنا رايحين دوري ابطال افريقيا، والنادي الاهلي وجمهوره متضايقين. شوف اداره مجلس الاهلي قعدت تدور نعمل ايه عشان تخلي الجمهور مبسوط. اداره النادي الاهلي على طول عملت عقد رعايه كبير مع فودافون. النادي الاهلي على طول نزل بيان قال احنا هنعمل حفله للاستاد. مجلس اداره النادي الاهلي على طول قال احنا هنجيب صفقات. كل الكلام ده ورا بعض ورا بعض، فجمهور الاهلي طنش خلاص. احنا مش رايحين دوري ابطال افريقيا عشان احنا كنا وحشين الموسم اللي فات. جمهور الزمالك بقى ايه اللي حصل؟ جمهور الزمالك فجاه كله بيتباع. حسام عبد المجيد فجاه تصحى تلاقيه مشي. تصحى تاني يوم تلاقي بيتزيرا هرب، جاله عرض فعايز يمشي. آه
الناشئين كلهم بيتم بيعهم ببلاش فور فري، زي انس وائل وغيره، حاجات كده متلاحقه. فهو كمجلس اداره مش شايفك كجمهور زمالك اصلا، يعني انت مالكش حيثيه اصلا في المنظومه كلها. انت جميل بتشجع الفرقه بتقوم بسببك، يعملوا قلق ان انت اعداد كتير من الجمهور بيشجع فرقه زي نادي الزمالك. فهو بالنسبه له انت ليك سقف، فانت مش هتعدي السقف ده، عكس جمهور الاهلي بيتعمل له 1000 حساب، فما يقدرش يعمل اي حاجه او ربع حاجه من اللي انت عملتها. طيب، موقف نادي الزمالك والنادي الاهلي في القمه اللي هي اللي انسحب فيها النادي الاهلي ساعتها، تمام، والجمهور جه وقلنا خلاص هتتلعب القمه وكله تمام، والناس مشيت على الموضوع ان الماتش هيتعمل. طيب ايه اللي حصل؟ كابتن محمود الخطيب قال لك خلاص انا مش هكمل، مش هلعب الماتش ده كده وش لازم، وحاطط الجمهور ان هو الجمهور هيوافق في القرار ده، وكمل على كده. طيب ايه اللي حصل بعدها تاني يوم؟ الو زيزو تعالى الاهلي، خلصت كده. خلاص هو عارف ان ماتش زي ده هيخلي جمهور الاهلي يتجنن ويزعل، بس هو عارف بعديها هيعمل ايه علشان يتدارك الموقف ده. اي مجلس اداره بيجي في النادي الاهلي بيكمل على الشغل اللي قبليه، لان هو عارف ان جمهور النادي الاهلي قوي، جمهور النادي الاهلي مش سهل، او مش معنى صح تضحك عليه وخلاص. احنا بنضحك عليه من الاخر، احنا بنضحك علينا. خد دليل كمان، بتاع الكونتراكت اللي اتبعت او الايميل اللي اتبعت لمجلس اداره نادي الزمالك من الاهلي الشباب ولا شباب الاهلي ده اللي هو في الامارات ده، عشان اخوان بتزيرة. مجلس الاداره بيلعب الجمهور، بيجس نبضه اي حاجه، يروح مجلس الاداره يروح جاسس نبض الجمهور، يشوف هل هو الجمهور هيزعق، هيعمل المشكله، ما بيلاقيش حاجه خلاص، فاعمل يا عم اللي انا عايزه. فهو عارف اخرك هتقعد تتنطط وتدبدب على الارض وخلاص على كده. اولا انا كده كده اصلا الجمهور مش هيعمل حاجه، بس ده اللي انا بتكلم فيه، منتاليتي. عندك منتاليتي تانية، منتاليتي النفخ، اللي هي منتاليتي النفخ اللي هي ايه؟ نفخ بلالين والكلام ده والقصص دي. نفخ البلالين ده حصل امتى؟ من ستارت اب، من مؤمن زكريا ربنا يديله الصحه لحد اخوان بتزيرة. شفت بقى؟ ادي الليسته بقى. يلا، عندك مؤمن زكريا كان بيلعب، ما كانش معروف اصلا خالص، جه من المصري اعاره للزمالك، بعد كده عمل لنا عقده وابتدى ينور ويلمع، والجمهور عمال ينفخ فيه، وبعد لما فرقع في وشنا وسابنا وهرب، وفي الاخر راح الاهلي. تاني واحد عندك محمود كهربا، لسبب ضياع الدوري بتاعنا امام الجونه لما احنا خسرنا منه 2-1 من الجونه، او تعادلنا منه مش فاكر. آه كده برضو عارف الجمهور ده اخره بس يدبدب في الارض وخلاص، مش هيعمل اي حاجه، فانا مش راغب فكره الجمهور الزمالك، مش يعني مش هو ده اللي هيرعبني يعني. اللي اترعب منه هو جمهور الاهلي، منتاليتي. وبعد كده راح الاهلي. عندك مين تاني؟ اخر واحد زيزو، نفس القصه، كان هيعمل تاريخ وقال لك انا عايز ابقى رئيس جمهوريه سوري، امام عاشور قبليه، امام عاشور من صغر زملكاوي شفاف، بياكلك البلوزه في الاخر، وهو اصلا عارف ان انت يعني اخرك هتقعد تدبب على الارض بس وخلاص كجمهور، ماشي. ففكره كجمهور زمالك كمنتاليتي، انت ما بتخوفش اللعيبه بتاعتك، فاللعيبه بتتطاول على الزمالك من الاخر. جمهور نادي، الايمج بتاعت النادي هي الجمهور، مش مجلس ادارات ولا رؤساء ادارات ولا الكلام ده. الايمج بتاعت النادي الجمهور، الجمهور هو الحامي النادي من الاخر كده، ماشي، كمنتاليتي، تمام. طيب بعد الكلام اللي انا بقوله ده، انا بقوله ليه؟ بطلع بقوله ليه؟ انا عمال بفكر، هو انا كزملكاوي ليه حاسس اللي بيحصل لي ده ما بيحصلش للفرقه الثانيه؟ يا اخي ما بيحصلش للمحله حتى، بيحصل لك انت بس كجمهور زمالك، وساكت وراضي على الكلام ده. فخلاص خد على دماغك، خد، انت مالكش. احنا جمهور كتير وكل حاجه، بس كل واحد بيدور على مصلحته، ويشوف يجيب من مين ده كام وده من كام، ويشوف المصلحه عند ده كام وخلاص، مش مهم عنده النادي. عكس جمهور الاهلي ومجلس ادارات النادي الاهلي السابقه واللي لاحقه ان شاء الله. فانا بديك المنتاليتي بتاعت الجمهورين، وانت قول لي في كومنت انت شايف هل الكلام اللي انا بقوله ده غلط ولا صح. لان حرفيا انا اتخنقت، الواحد زهق من ناحيه ايه؟
انا من 2002 وانا بشجع الزمالك، وحاسس ان الواحد هو اللي هو السبب. يعني لو هو انا ادمي نحس قوي على الفرقه للدرجه دي. يعني انت لك ان تتخيل ان انا قعدت اولموست اهو داخلين اهو على 22 سنه ما شفتش نادي الزمالك كسب دوري ابطال افريقيا غير مره واحده، هي 2002 دي. من ساعتها بقى، ومن ساعتها مفيش اي حاجه، يعني مفيش بطوله كبيره تحس ايه ده احنا عملنا بطوله انجاز كبير ان احنا مثلا كسبنا دوري ابطال افريقيا ورحنا كاس العالم للانديه. لا. قعدت افكر طب الواحد يشجع الاهلي، مش قادر اشجع الاهلي، مش عارف اشجع الاهلي، صعب عليا ان انا اشجع الاهلي. يعني حاولت لدرجه ان انا حاولت مره الاهلي نفسه بيكسب، ماشي حلو جميل، الفرقه بتكسب وكل حاجه، وفي اسوأ مواسمه بيكسب دوري ابطال افريقيا، بس مش ده، انا دي مش شخصيه الواحد. ف اجان منتاليتي الجمهور هي الايمج الحقيقيه للنادي، وانت اللي بتشكل كل حاجه. القرارات المصيريه اللي بتبقى من فوق بيشوف الاول الجمهور هل له حيثيه في المشهد ولا لا. زي موضوع الارض بتاعت 6 اكتوبر، بدون دخول في التفاصيل ليها، هل يقدر اي حد يعمل الكلام ده مع النادي الاهلي؟ لا اطلاقا، لان هو عارف جمهور الاهلي جمهور قوي. من الاخر جمهور الزمالك لا عادي، مفيش مشاكل، عادي، اعمل فينا يا حبيبي اللي انت عايزه. ان شاء الله تاخد اللوجو بتاع بتاع نادي الزمالك ده وتشيله، واحنا مش عايزينه خلاص. يعني انا اكاد ان اجزم ان لو يوم صحينا يقول لك تم غلق نادي الزمالك، جمهور الزمالك هي طب والله ده كويس ان هم قفلوا كده. ده اللي حصل ده كان سبب ان الاولمبي ينزل، جمهوره ما كانش معاه. الترسانة جمهوره ما كانش معاه. اسمه ايه ده، كذا فرقه جماهيريه، المنصوره جمهوره ما كانش معاه. اللي بيقوم الفرق الجماهيريه الجمهور نفسه، مش اي حد تاني. الراجل اللي قاعد على الكرسي بيحط في اعتباره الجمهور قبل ما ياخد اي قرار. كابتن محمود الخطيب بص بكل الحاجات اللي هو بيعملها في نادي الزمالك، وهو بيعمل اللي بيعمله ده علشان انت شايفك ان انت ضعيف. انا اعمل ايه؟ انا عايز ابسط الجمهور الناحيه التانيه، وانت مبهدل الدنيا عندك. طب انا عايز الفلان ده، وخلي بالك انا سواء اللي هيروح النادي الاهلي، حسام عبد المجيد هيروح النادي الاهلي، اي حد له رنه وبيلعب كويس في الزمالك الاهلي هياخده. من الاخر بقى كده. يعني انت شفت انت نفسك كجمهور زمالك لو جالك عقد مع النادي الاهلي هتروح ايا كان بقى ايه، ايا كان العقد. تمام. فانا ده اللي بتكلم فيه، المنتاليتي بتاعت الجمهور هي اللي بتحدد دايما شخصيه النادي. آه احنا مش هنقول اداره نادي الزمالك اداره فاشله او مش فاشله، لا هي مش فاشله، هي ناجحه، هي ناجحه، هي ناجحه بدون دخول بالتفاصيل برضه. هي ناجحه. اداره مجلس اداره نادي الزمالك ناجح لحد دلوقتي، والناس فاهمه انا قصدي ايه، ناجح لحد دلوقتي. طيب انا دوري بقى كجمهور اعمل ايه؟ هل اقف ساكت ما اتكلمش؟ اتس اب تو يو يا باشا، اتس اب تو يو. خلاص احنا وصلنا لمرحله ان بيتعمل معانا اي حاجه. نصحى الصبح نلاقي عبد الله السعيد يقول لك انا مش جاي، شيكوبان زي ينزل ستوري على الانستجرام بيتريق علينا كجمهور، يعني اللي هو بيعمله ده بيتريق علينا كجمهور. خوان بيتزيرا نفس القصه. فاي حد هياكلك على قفاك من الاخر كده كجمهور. ومعلش مع احترامي هو ده اللي فعلا اللي بيحصل، هو ده اللي فعلا بيحصل. فانا مش عايز الناس تكون متضايقه مني من الفيديو ده، بس انا وصلت لمرحله بحس ان الجمهور هو السبب اللي احنا بيحصل فينا ده. تمام. ان مع اي قرار بيتعمل في نادي الزمالك بيكون بناء على الجمهور. هل القرار ده هيخلي الجمهور متضايق ولا لا، ولا مش هيفرق معاه، يروح عامل القرار ده. فاول لما يلاقي الجمهور بس قاعد يدبدب على الارض كده اهو، خلاص انا هرجع في القرار ده، ويروح داخل في قرار اسوأ من اللي قبله. فجأة الجمهور ما يعملش اي حاجه. هو ده، دي السياسه اللي ماشيه في نادي الزمالك من اول سنه 1911 لحد النهارده. عشان كده دايما بنقول منتاليتي جمهور النادي الاهلي اعلى بكتير، مش منتاليتي كوره. هي في كوره برضه بيفهموا كوره، مش كتير منهم بس اغلبيتهم بيفهموا كوره. المنتاليتي غير منتاليتي بتاعت جمهور الزمالك. لو حد ما وافقش الراي اللي انا بقوله ده يا ريت تكتب لي كومنت، ما تنساش تعمل لايك وشير، لان الواحد زهق خلاص. وانا من هنا من بعد الفيديو ده كل اللي هعمله هي بس طريق الزمالك في الدوري، وايه اللي هيحصل من ناحيه المباريات اللي جايه، وهل في نسب
ان احنا نفوز فيها ولا لا. غير كده انا مش هتكلم اي حاجه تانية خالص، لان من الواضح فعلا يا جماعه المشكله في جمهور الزمالك. جمهور الزمالك لو عايز الفرقه وعايز النادي يفضل مكانه، غير المينتاليتي بتاعتك. واول حاجه تعملها، لا تحب ولا تكره، مصلحتي انا كجمهور ان الواد ده يتباع دلوقتي. مصلحة ان الجمهور ان الواد ده لازم يقعد دلوقتي. فمجلس الاداره قبل ما يفكر يكون عارف ان رد الجمهور هيبقى قوي، مش اللي هو بس ادبدب على الارض وخلاص ومفيش اي حاجه. ف it's up to you. لو عايزين النادي يمشي كده اهو كل سنه كل سنه، كل القرون المتلاحقه على بعض دي، هو هيفضل كده نادي الزمالك. هو مفيش كونسيستنسي في اي حاجه. الكونسيستنسي اللي موجوده من ساعة لما الزمالك تم إنشاؤه، جمهوره سلبي، ما بيعملش أي حاجة، مفيش ضغط، مفيش أي حاجة، كله مسلم كل حاجة وقال لك خلي اللي قدامي هو اللي يعملها وخلاص، أنا مش هعمل أي حاجة. فما تنساش يا غالي تعمل لايك وشير وتقول لي رأيك، هل موافق على الكلام اللي أنا بقوله ولا لأ، بدون أي تجريح، مش قصدي أي حاجة. بس أجان منتاليتي جمهور الأهلي غير منتاليتي جمهور الزمالك، ومنتاليتي جمهور الأهلي أعلى بكتير. سلام.